السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اخوان ديالي، هادشي اللي كيوقع في سبته مليليه للصحفيين المغاربه راه بزاف، راه هادشي خطير جدا. واش بصح كيستهدفوا الصحافه المغربيه ولا غير صدفه هادشي؟ اليوم تكرفصوا على المراسل ديال هيبا بريس اللي كان كيقوم بالتغطيه ديال الهجره الغير نظاميه. مع كامل الاسف جا الهلال الاحمر قال له ما يمكنلكش تكمل الاستجواب ديالك مع المهاجرين هنا، سير لمكان اخر. الصحفي المغربي لما مشى لهذاك المكان كيتفك يعني الامن اسباني ناضو كيدفعوا فيه، كيشدوه من الحوايج ديالو، كيضربوه. ما عرفناش زعما علاش، وماشي اول مره كيقوموا بهذا الشيء. مره اخرى تكرفصوا على قناه رسميه اللي هي دوزام، ولكن كيبقى السؤال مطروح: واش هادشي اكسبري كيديروه ضد المغاربه او لا خافوا المغاربه يبينوا الحقيقه لانهم هما كيحاولوا يفبركوا ويكذبوا على المتابعين ويبينوا بان المغاربه راه كيتالموا وباغيين يمشيو لاسبانيا؟ ولكن الحقيقه بانت بان الاسبان اكثر من الجزائر، فضيحه وراء فضيحه. علاش ما كاينش مواقف قويه وواضحه ملي كيتعرض شي صحفي مغربي للمضايقات او الضرب؟ راه هذا السؤال راه مهم، وراه خصنا نفيقوا، وراه خصنا ندافعوا على الصحافه ديالنا. علاش ما كاينش مواقف قويه وواضحه خصوصا ملي كيتعرض صحفي مغربي للمضايقات او الضرب من طرف هاد الميكروبات هذا؟ ودابا الاخوان غادي نشوفوا الاعلام العربي شنو قال بخصوص اليوم 15 في شهر 8 2026 والحمله اللي كانوا دايرينها، وكيفاش المغرب طوق جميع الاماكن بالامن المغربي باش ما يكون لا ها ولا ما ها. وفي نفس الوقت الاسبان تما زيروا الامور، ولكن الاسبان طلعوا ماشي رجال. المهم اصدقائي ديالي، نخليكم تشوفوا الفيديو وانتم حكموا، عطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. حركونا داك اللايك، بارطاجيو لنا الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. يلا اخوتي المغاربه بلا ما نطول عليكم، يلا على بركه الله. عززت إسبانيا وجود قوات الشرطة والجيش في جيب سبتة بشمال إفريقيا لمنع محاولات اقتحام جماعي للحدود. وجاءت التحركات الأمنية عقب انتشار رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تحث المهاجرين على اختراق الحدود مجددا. استنفار أمني تشهده محطات النقل والطرق في المغرب تحسبا لمحاولات عبور جماعي جديدة نحو شمال البلاد. السلطات كثفت مراقبة الحافلات والمسافرين خصوصا القاصرين، في وقت تتواصل فيه دعوات عبر مواقع التواصل لتنظيم رحلات باتجاه مدينتي سبتة ومليلية. هنا بالمحطة الطرقية الرباط، وهي واحدة من المحطات الرئيسية في المغرب التي تنطلق منها عشرات الحافلات يوميا. تنتشر وحدات أمنية لرصد تحركات للقاصرين أو الشباب الذين يشتبه بتوجههم نحو شمال البلاد، استجابة لدعوات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم عملية عبور جماعي نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. هذا الانتشار هو جزء من خطة أمنية ميدانية فعلتها السلطات العمومية للتصدي للمحاولة، حيث تشمل المراقبة الأمنية محطات المسافرين والمحاور الطرقية التي قد تشكل مسارا نحو شمالي البلاد. بعد أن تم رصد مجموعة من الرسائل والمنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحرض على العبور الجماعي الغير قانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية، قامت ولاية أمن الرباط باتخاذ جميع التدابير الضرورية، وذلك بتنصيب سدود إدارية وقضائية على مختلف المحاور الطرقية، وكذلك تنصيب دوريات بالزي الرسمي والزي المدني، خاصة على مستوى محطة المسافرين ومحطات القطار. كما تم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما في ذلك مروج مثل هذه المحاولات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كل الحافلات القادمة أو المغادرة للمحطة تخضع للمراقبة والتحقق من هوية وأهداف رحلات المسافرين، خاصة القاصرين الذين يبرزون بشكل لافت ضمن المهاجرين غير الشرعيين. وخارج المحطة تنتشر دوريات الأمن لمراقبة المركبات المشتبه فيها سواء العامة أو الخاصة. ويتزامن الاستنفار الأمني الميداني مع إجراءات ضد مروجي دعوات الهجرة التي تقودها شبكات مجهولة. عفاف بوشيخي، المشهد، الرباط. عززت إسبانيا من وجود الشرطة والجيش في مدينة سبتة، وذلك في ظل انتشار رسائل
على مواقع التواصل الاجتماعي تحث المهاجرين على محاولة اختراق جماعي آخر للحدود اليوم بعد أسبوعين من اندفاع عشرات الآلاف إلى المدينة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أعلن المغرب أنه يراقب تداول منشورات ورسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى عبور جماعي في منتصف أغسطس، محذرا من أنه سيلاحق المنظمين والمشاركين قضائيا. للمتابعة انضم إلينا من فالنسيا في إسبانيا أمجد ياغي مراسل الغد. بعد التحية لك أمجد، ماذا ترقب في توجه السلطات الإسبانية إزاء ذلك؟ نعم، حالة من الاستنفار الأمني غير العادية من الطرف الإسباني، وحالة من التواصل مع الطرف المغربي من أجل تطويق والسيطرة على الحالة الأمنية، خصوصا في مدينة الفنيدق وكذلك في تطوان، بعد أن رصدت الجانب المغربي دعوات من حسابات مشبوهة وصفتها إسبانيا بأنها حرب لدعوات هجرة مفتوحة من الطرف المغربي. وهذا الحال المستمر منذ الأحداث التي جرت قبل حوالي أسبوعين من الجانب المغربي لدخول عشرات الآلاف ووقوع ضحايا حسب المصادر الإسبانية. لآخر رقم لعدد ضحايا تجاوز 100 ضحية بعد محاولة الدخول عشرات الآلاف من الطرف المغربي. كذلك لا تزال هنالك أعداد من المفقودين. تتخوف مدريد من هذه الحالة، خصوصا بعد أن صارت الدعوات المشبوهة من الطرف المغربي عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون فيها أن إسبانيا اليوم في حالة عطلة في ظل عيد صعود العذراء، ومن الممكن الدخول الجماعي لهذا الفوج من المهاجرين. لكن إسبانيا تعزز تواصلها في الوقت الحالي مع الإدارة المغربية لمحاولة السيطرة الأمنية. حتى هذه اللحظة استطاعت كذلك القوى الأمنية الإسبانية السيطرة على 4 شبكات تدير الهجرة الغير شرعية في الطرف الجنوبي الإسباني، في ظل رصد كذلك تواصل من خلال بعض الاتصالات المشبوهة خصوصا مع مناطق قريبة من الجزيرة الخضراء، وهي النقطة الأولى المطلة على مدينة سبتة والممر المائي الوحيد المطل على مدينة سبتة. تم إلقاء القبض عليهم بعد إثبات إدارتهم لشبكات الإتجار بالبشر كما وصفتها الحكومة الإسبانية. كذلك تحاول إرسال المزيد من التعزيزات لمدينة سبتة وتعزيزات أمنية غير عادية على طول الساحل الجنوبي لإسبانيا. تتخوف كذلك مؤسسات حقوق المهاجرين لاتباع إجراءات أمنية تفوق الحالة الحقوقية لهذا الجانب في ظل تجاوزات كبيرة حصلت في الفترة الأخيرة، كذلك بعد أن تم إحداث ضجة غير عادية على القاصرين والتي استقبلتهم، وقررت الحكومة الإسبانية إدخال قرابة 1400 قاصر من مدينة سبتة من الذين دخلوا مؤخرا وتوزيعهم على المدن الإسبانية، والذي حرض اليمين المتطرف كذلك حتى على القاصرين المغاربة غير مصحوبين بذويهم للدخول. ترقب وتخوف في نفس الوقت في المدينة سبتة، كذلك محاولات لتكثيف كذلك التعاون بين الجانب المغربي والجانب الإسباني لمحاولة السيطرة على أي دخول مفاجئ أو أي دخول يأتي من الطرف المغربي. وصلت كذلك بيانات من الطرف المغربي لأن الجانب المغربي يسيطر على الحالة، وقد أفشل بالفعل عدد من محاولات الدخول الجماعي التي تأتي من مدينة الفنيدق الأقرب نقطة على مدينة سبتة، كذلك من مدينة تطوان.
نعم اصدقائي ديالي خوتي المغاربه العزاز، كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى تعطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك، حركونا هذاك لايك، بارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. الناس اللي ما مشتركينش في القناه ما فيها باس، كل واحد فيكم شاف القناه ديالنا يحاول يشترك فيها ويفعل الزر ديال الجرس باش توصلوا دائما بجديدنا. ان شاء الله ولي في راسكم. السلام عليكم.